في الثلاثه اللي موجودين في منطقه نص الملعب هو اليكسيس مندومو، بالاضافه لان هو عنده القدره على توزيع جهده زي ما قلنا على مدار 90 دقيقه باحترافيه شديده جدا جدا. فالثلاثه انا شايف ان هم بيكملوا بعض، واتصور انه ادوارهم الهجوميه هتظهر، لكن قد لا تكون في بدايه المباراه، قد يكون بعد 10 15 دقيقه نبتدي نحس بادوارهم الهجوميه في الفتره اللي باقيه من المباراه. نعم. كابتن محسن، يعني صلاح سليمان عاد لتشكيله الزمالك بعد غياب يمكن فتره بسبب الاصابه في مباراه خارج الارض زي دي. عارفين انها تبقى حساسه جدا وفيها نوع من، مش عايز اقول عصبيه، لكن خلينا نكتفي بالحساسيه. هل انت شايف انه عودته في مباراه زي دي برضه هتبقى مشكله او ازمه في خط دفاع نادي الزمالك؟ لا بالعكس، ده هو تدعيم لهذا الخط، لانه احد العناصر الاساسيه في فريق نادي الزمالك، وبدا ياخذ مكان شبه ثابت في المنتخب المصري الاول، وبالتالي اكتسب خبرات. ومثل هذا اللاعب لابد من الاستعانه به، لانه اذا عملت مقارنه بينه وبين لاعبي خط النص المتواجدين، احمد توفيق، محمد ابراهيم، قطه، اسلام عوض، هو الاكثر خبره في كل هؤلاء. وان كنت ارى انه اسلام عوض يعني كان من الممكن انه يكون له مكان في هذا التشكيل نظرا للقدرات المتعدده التي يتمتع بها هذا اللاعب، لكن دعنا نركز اكثر على ابراهيم صلاح، فهو محور اساسي في فريق نادي الزمالك، يجيد التحرك في قلب الملعب. انا كنت بسال عن صلاح سليمان. صلاح سليمان الستوبر اسف، انا افتكرت بتتكلم على ابراهيم صلاح. لا انا بتكلم على صلاح سليمان على اعتبار انه كان مصاب وعائد. هاني سعيد اصيب، فاضطر كابتن حسن شحاته يستعين بصلاح سليمان في خط الدفاع. فهل عودته من الاصابه بعد غياب، والفتره الاخيره كان هاني سعيد بيلعب جنب فتح الله على الدوام، هل هتبقى نعمل نوع من الارتباك لخط الدفاع، ولا انت شايف انه سهل انه يتغلب على دي في المباراه؟ لا هو طبعا يحتاج الى وقت، لانه اولا هو عنصر جديد في فريق نادي الزمالك، وبعدين اصيب وابتعد لفتره طويله، وعودته في مباراه صعبه، ولكن الخيارات امام حسن شحاته ضعيفه. ليه؟ خيارات اصلا ليس، لانه رغم انه هو يعني فقد ليس فقط المقدمه، لكن هو فقد ايضا المؤخره. يعني المؤخره عبد الواحد السيد مصاب، المقدمه رزاق مصاب، وبالاضافه الى قلب دفاع اساسي هو هاني سعيد. يعني هاني يعتبر